أهلا بكم في حلقة جديدة من The Bold One من غير الإس. مش عارف ليه لما أبدأ أتكلم بحس إن أنا هذيع برنامج في التلفزيون في التسعينات على القناة التانية، بس هي دي الطريقة اللي بيبدأوا دايما بيها فيديوهات اليوتيوب، فأنا يعني هدخل كده. أول حاجة، ألف 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 مبروك المنتخب. يعني أخيرا تأهلنا للدور الثاني من بعد 55 سنة من أول مرة رحنا فيها كأس العالم. من ساعتها احنا يعني بنطلع خلينا الوفاض، بس الحمد لله إن شاء الله نكسب قدام أستراليا. استوقفتني حاجة استغربت لها جدا. كنت قاعد بتفرج على الماتش وشفت صديقي الأربعيني قاعد بيعيط بيعيط بالدموع وانا جنبه، يعني ايه سيكا يعني كده دمعت. فانا قلت ايه اللي بيخليه الكوره تداعب مشاعرنا بالطريقه دي؟ يعني احنا مش واقف علينا حاجه، يعني احنا لا احنا هنكسب فلوس، ولا احنا هنكسب صيت، ولا احنا يعني مفيش اي نوع من انواع الفايده جاي علينا من المكسب، ولا اي نوع من انواع الضرر جاي علينا من الخساره. يعني هي هتيجي على اللعيبه اللي بتلعب. فقررت اعمل شويه سيرش كالعاده. تعرفني موهوم بفكره الريسيرش، فلقيت انه برضه الامريكان درسوا هذا الموضوع. انا مش عارف هم بيعملوا الدراسات دي عشان انا بس اللي اتفرج عليها. يعني السؤال كان محيرني جدا، وفعلا لقيت فرع كامل في علم النفس اسمه سوشيال ايدنتيتي ثيري. ايه هي السوشيال ايدنتيتي ثيري دي؟ بتتكلم عن انه ازاي كل واحد فينا بيدور له على مجموعه علشان يحس بالانتماء معاها. هتلاقي مثلا صاحبك اللي بيحب ابل على اندرويد، اول ما منتج لابل ينزل يبقى هو اكبر مدافع ليه. يروح يحط فلوسه وياخد المنتج ويقعد يدافع عنه يدافع عنه يدافع عنه، ويخش في خناقات وسجالات مع اي حد بيقول له ان الاندرويد احسن. عندي مثلا صديق ليا باكستاني بيحب ريال مدريد فشخ، عمره ما شم اسبانيا، او لما ريال مدريد بيلعب برشلونه يقول لك وي وون. عملوا بقى ايه هم هؤلاء الباحثين؟ بص، مفيش سنتوفه في الهيومن بيهيفير ما تعملش عليها ريسيرش. حطوا دماغ مشجع كوره على برين سكان، اوكي. فلما فرقته بتكسب لقوا انه مراكز المخ اللي بيعمل لها اكتيفيشن هي نفس المراكز اللي بتعمل لها اكتيفيشن لما هو ينجز انجاز شخصي. فهو الانجاز الخارجي لفرقه الكوره اللي هو حاسس بانتماء ليها عمل له ريفلكت على شخصيته من جوه. دي اسمها ايه بقى؟ طلع ليها اسم غريب جدا، اسمها باسكينج ان ريفلكتد جلوري. يعني الانتصار المنعكس من الخارج انت بتحتفل بيه. دي برضو موجوده في الهزيمه. لما فرقتك تخسر تلاقي نفسك بتقول ايه؟ هم لعب وحش، هم لعب وحش، انت مالكش دعوه بالموضوع. هم لعب وحش، هم معفنين، هم سيئين. اسمها ايه؟ كاتنج اوف ريفلكتد فيلير. كاتنج اوف ريفلكتد فيلير يعني اي حاجه تفشل في الحاجه اللي انت بتشجعها تطلعها في الحاجه هي. ايه انت مالكش دعوه، انت ليك دعوه بس، انت بتيجي بس يا حبيبي في الانتصار. توبيك لو تبحرتوا فيها هتلاقوا فيها تفسير ل 80% من السلوك البشري. يعني مثلا ايه اللي بيخلي الرايوتس لما يكون في مثلا تجمع كبير في الشارع، وتلاقي مثلا فجأة مجموعة من الناس دي ابتدت تعمل أعمال تخريبية. وعادة الناس اللي بتعمل أعمال تخريبية في التجمهرات بتبقى مزروعة لسبب ما. هتلاقي انه هي جزء كبير منها سوشيال ايدنتيتي ثيري. فتلاقي الجروب اللي معاهم كله اللي مالهمش دعوه بالتخريب ابتدوا يخربوا معاهم، لان هو شاف حد من القبيله بيكسر، فانا عايز انتمي لهذه القبيله فاروح اكسر معاه. سلوك جمعي غريب، غريب جدا. وبعدين بيقول لك انه هي دي ليها دعوه ان احنا ككائن بشري اصلا اتولدنا جوه قبائل، فهدفنا الأسمى والوحيد هو ان احنا ننتمي لهذه القبيلة بأي طريقة ممكنة، ان احنا نوري انتمائنا لهذه القبيلة عشان ما نطردش من القبيلة، لان الانطراد من القبيلة يعني هلكنا. ده زمان، اوكي. فاحنا دلوقتي تطورنا، فالمفروض نكون احسن، بس اوفرول جاي في صالحنا. الناس بتقول كلها في امريكا انه امريكا اتقلبت كانها مصر، وده شيء جيد. يا رب كل الناس كلها تروح تشجع المنتخب بقى امريكي مش مصري. ده حاجه كويسه. تاني حاجه استوقفتني في اراء كتيره طلعت. طيب بصوا، هي الكوره مسرح الحياه. انا بحس ان الرياضه بريفليكشن للي بيحصل في الحياه اليوميه، فلازم وانا بتفرج دايما بيجي في مخي طب ده شبه ايه في الحياه. لقيت في اراء كتير
بتتكلم على انه ازاي انتوا فرحانين انه المنتخب فاز، وانه المنتخب يعني ما عملش انجاز، يعني ده يا دوب كسب على منتخب تصنيفه اقل منه بكتير زي منتخب نيوزيلندا، ويدوب اتعادل مع بلجيكا اللي هي في اسوأ نسخة ليها، ويدوب اتعادل مع ايران اللي هي اصلا منتخب مش مصنف هذه الآراء تفسر بنظرية اسمها The Dunning-Kruger Effect. عمرك شفت صديق ليك فهمش في أي حاجة دايما بيبقى صوته هو الأعلى في وسط الخبراء، دايما هو صوته الأعلى في وسط الخبراء، دايما عنده ثقة متناهية في رأيه؟ دي اسمها Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect النظرية بتاعته هو إن أنت كشخص لما يبقى عندك مجموعة قليلة من المعلومات عن مجال ما، انت بتحس ان انت خبير، بتحس ان انت تقدر تدي رأيك فيه بأريحية. ليه؟ لان انت ما عندكش خبرة كفاية في المجال ده فتعرف المعلومات اللي انت مش عارفها. لا تسي ان انت رحت اعلى قمة جبل في العالم ماونت ايفرست، رحت ماونت ايفرست هتتسلق ماونت ايفرست، وانت قاعد تحت على البسطه قبل ما تطلع على الماونت ايفرست تشرب الشاي بتاعك، تاخد لك سيجارتين، هتقول يا ده الناس بتبالغ، ماونت ايفرست ايه اللي صعب والناس تموت وبتاع، انا هطلع، ده هم سلمتين، انا بطلع بيتنا في العبور 7 سلالم ولا بيهمني، ده جبل وبتاع وهطلع والدنيا هتبقى لطيفه والدنيا هتبقى حلوه. تكتشف ان انت بعد ربع ساعه من الطلوع وانت ما فيش، الدنيا لسه رايحه، تكتشف ان انت حمار، فتكتشف انت قد ايه ما عندكش معلومات او ما عندكش خبره في الموضوع. وهنا يكمن الدانينج كروجر افكت. الدانينج كروجر افكت مش معناه ان الاغبياء صوتهم عالي، لا، هو معناه انه قليل الخبره في مجال ما دايما يظن ان هو اخبر مما هو عليه. ده باختصار شديد تلخيص لكل الاراء الكرويه. انا ما بحبش اتكلم في الكوره من ناحيه الفنيات، من ناحيه الفنيات، وانا لا انا خبير كوره ولا انا خبير علم نفس، انا مش بشوف كده نظريه بتعجبني فباجي اتكلم فيها وبدردش فيها وخلاص، انما ما عنديش حته اللي هي اتعصب لراي ما او اقعد اهاجم حد علشان عمل حاجه. هتشوف الفتره الجايه ناس كتير، حتى لو مثلا مصر عدت من استراليا وراحت تلعب الارجنتين، هتشوفوا حاجات كتير كده منهم رأي لشخصية مرموقة جدا في وطننا العربي، يعني مش بس في مصر، طالع بقى بيقول لك ومصطفى محمد هو أفضل مهاجم ومش عارف إيه، المنتخب سيخسر كثيرا وهيطلع من الدور الأول، والكلام فيه شوية شماتة وتريقة على المدرب ده في الحياة عامل زي والدتك لما تيجي تقارنك بابن خالتك. المعطيات هنا غير المعطيات هنا، المتغيرات هنا، الفاريبلز هنا غير الفاريبلز والمتغيرات هنا، فبالتالي مقارنة الكوسة بالخيار لمجرد ان هم شكلهم سلندريكال هذا لا يعني اي شيء، لا يعني اي شيء. فكرة ان انت هنجيبها حياتيا، انت دلوقتي تغلبت على تشالنج ما، هذا التشالنج بالنسبة لك انت، بالنسبة لمعطياتك انت هو شيء كبير، ممكن بالنسبة لحد تاني ابوه وارث جايب له شقة، جايب له عربية، والدته ما شاء الله مقتدره، اللي انت التشالنج اللي انت مريت بيه ده هيبقى شيء تافه بالنسبه له، ده يعني ده بالنسبه له ده حاجه تحلها الفلوس، انت بالنسبه لك ان انت قدرت تتخطى هذا ده شيء كبير. فبالتالي هنا مقارنه اي حاجه باي حاجه هي غلط، لانه المعطيات هنا غير المعطيات هنا، الظروف هنا غير الظروف هنا، المناخ هنا غير المناخ هنا. فبالتالي ما ينفعش اطلع اقول لا والله اصل المنتخب عمل كذا 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 كذا. اي اكسبيرمنت، اي تجربه علميه في العالم بتعتمد على تثبيت المتغيرات ما عدا متغير واحد، تقعد تغيره عشان تشوف المتغير ده هيأثر على النتيجه ولا لا. فكره ان انا الم لك الدنيا كده هوبا لالا واحطها لك في مقارنه عبثيه على تويتر لا يعكس غير عدم درايه صاحبها بالاساسيات بتاعه مقارنه اي حاجتين. يعني ما ينفعش تقارن عربيه اس يو في بعربيه صالون. انت دلوقتي كرويا مثلا في قارتك
بتكسب بس بالجرينتا، بتكسب بالكلاحه، بتكسب بقوه الاراده. انما انت ما عندكش اي نوع من انواع المقاومات انك تكسب. انت دوريك ما هوش يعني هو اقوى دوري افريقيا محليا، مثلا انت كنت بتلعب كل الفرق اللي بتلعبها لاعيبتها بتلعب بره، فبالتالي ده نيجاتيف بوينت. لاعيبتك حتى اللي بيلعبوا بره مش في احسن مستواهم حاليا، مستواهم متراجع. بالتالي كل الحاجات دي بوينتس موجوده في مسرح الحياه اللي هي كره القدم. كده احنا اتكلمنا على دانين كروجر افكت، اتكلمنا على السوشيال ايدنتيتي ثيري. في بقى حاجه ملهاش دعوه بالحاجتين دول، وهو سؤال عندي. هو ليه الرجاله بقت عامله كده؟ انا كنت قاعد من يومين مع صاحبي، هو فوق ال40 بسيكه، يعني لسه لاحس لسه داخل. لاحظت في وشه حاجه غريبه، لاحظت ان هو بقاله مثلا ايه شهر شهرين كده وشه رايق، نو ماتر وات، بينام بيصحى ما بينامش، بياكل ما بياكلش، الدنيا رايقه وهاديه، ومفيش الكرمشه اللي كانت موجوده اللي احنا متعودين عليها، ومفيش الحاجات دي. فانا جالي احساس من جوه، شكلك كده عامل حاجه يا نصه، شكلك كده مرضيش يقول لي لحد ما في يوم من الايام زنقت قلت له انت عامل بوتوكس. قال لي ايوه عامل بوتوكس. من امتى الرجاله بتعمل بوتوكس؟ من امتى الرجاله بيبقى عندها سكين كير روتين، حط مرطب على وشهم؟ ده انا خالي عنده شعرايه في حاجبه قربت توصل على شنبه من كتر ما هي طويله، وبنترجاه علشان يشيلها. يعني بنترجاه يقول لك لا مستحيل امد ايدي عشان حواجبي وانا ست. ده رجاله الزمن القديم كانت عامله كده. احنا منين جبنا ان احنا ابتدينا نقرب شويه بشويه 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 للبنات، شويه بشويه بشويه؟ دلوقتي داخلين على اللبس، انتوا هتبداوا دلوقتي في الموسم الجديد هتشوفوا اللبس كله ابتدى يشحط لفوق شويه، يشحط لفوق شويه. اين تتوقف هذه العاده؟ هنقف فين؟ انا كان عندي مشكله في وشي مش حاببها مثلا دول دول. فانا في ساعه صفا قلت ما اروح اجرب، ما ادخل معاهم، ما الناس كلها داخله والناس كلها بتعمل ايه، جت عليك انت ما تجرب. رحت عند دكتور جلديه، قالت لي دي حلها حاجه، هي هتجيب النهيه. ايه يا دكتور؟ هديك حقنه الحامض المنوي للسلمون. انا سمعت كلمه حامض المنوي للسلمون دي جالي زبيلال، جالي جنان، جالي عبط. إيه انا اللي اعرفه ان السلمون بيبيض. ايه هي الظروف اللي تخليكي تستخرجي الحامض المنوي من السلمون، وكيف تم استخراج هذا الحامض المنوي من السلمون؟ يعني حد يقول لي فرجوا السلمون على ايه؟ يعني هل واخدوا السلمون ورا مصنع الكراسي؟ مش عارف ليه الحامض المنوي بتاع السلمون. بعدين انا عايز اعرف الريسيرش ساينتست، يعني الدكتور اللي قرر يعمل بحث على اثار الحامض المنوي للسلمون على خلايا الوجه، ده دارس فين او دارس ايه، او ليه فكر ان هو يعمل كده؟ فقررت ان انا اجرب الحقنه بتاعت الحمض المنوي للسلمون، وزي ما انتم شايفين مفيش اي افكت، كله في الهوبا لالا ولا اي حاجه، ولسه عينيا هي موجوده. ولا يعني لم ينبني غير ان انا خسرت بضع دراهم وعزاز عليا جدا. ونفسي محدش يعمل الحمض المنوي بتاع السلمون ده تاني، محدش يعمل. اوعى حد يعمل الحمض المنوي بتاع السلمون. نيكست اب هي توبيك. طبعا احنا الاسبوع اللي فات نزلنا الفيديو بتاع زيكو، والدنيا فايرالت على انستجرام. فلو مش عاملين لي فولو على انستجرام روحوا شوفوا الدنيا في الانستجرام عامله ازاي. مبادر كوميدي دوت كوم، يعني مبادر كوميدي انت اسمه ايه انستجرام مبادر كوميدي دوت كوم. ايه بس انت كمان دلوقتي الكومنتات من ناس بتقول ده اي كلام في الهاتش، وناس بتقول ده كلام سليم. ففي حاصله خناقه في الكومنتات. اول حاجه انا عايز ارد عليها فكره الحظ، ان هي لا هي جت مع الحظ، او جت مع اي حد مثلا بتشوفه عمل نجاح معين فتقول ان هي لا جت مع حظ. في ناس بقى المتدينين بيستبدلوها بحته الرزق، ده هو لا ده ربنا كاتبها له في الوقت ده. جرانتد الواقع الديني بيقول لك انه في السماء رزقكم ما توعدون. انا لن اتناقش في هذا الموضوع، ده واحد من مسلماته ان انت لازم تؤمن بان ربنا هيرزقك. بس في
ليفل ابعد، في حاجه نكست، في حاجه بعدها. ما هو كل الناس بتدعي وكل الناس بتصلي وكل الناس بتصوم وكل الناس بتعمل وكل الناس، ما فيش حاجه يعني استك في حته معينه يعني مش موجوده او مش كلنا بنعملها. فكره الحظ هي بتبدا من هل انت تؤمن بانه انت محظوظ ولا انت غير محظوظ. وهذا الكلام كالعاده تم اثباته في تجربه علميه. احلى حاجه في التجارب العلميه ان هي خلاص يعني كل سؤال عندك موجود ليه اجابه، فحد عمل تجربه علميه ما. ايه بقى هي التجربه العلميه؟ ما نعرفش ايه، بس اتعملت خلاص. جابوا يا سيدي الفاضل جروبين من الناس. جروب هم فرقوهم ازاي؟ سالوهم سؤال: هل انت شايف نفسك شخص محظوظ ولا لا؟ الناس اللي قالت انا مش شايف نفسي شخص محظوظ حطوهم في جروب A، والناس اللي شايفين ان هم شخصيات محظوظه حطوهم في جروب B. والاثنين ادوهم نفس الجورنان، نفس الجورنان بكل حاجه، بالمسافات، بالتشكيل، هو قالوا للجروبين مع بعض: افتحوا الجورنان، احنا عايزينكم تعدوا عدد الصور الموجودة في هذا الجورنال، واللي هيعد صح هياخد مكافأة مالية. الجروبين فتحوا الجورنال. التوستاية بقى فين؟ انه الباحث كان حاطط في الصفحة التانية صورة بالبونت العريض مكتوب عليها: هذا الجورنال يحتوي على 45 صورة، إن قرأت هذه الرسالة اذهب لتأخذ مكافأتك، توقف عن العد. الجروب الذي يرى نفسه أكثر حظا شاف الصورة دي الموجودة في الصفحة التانية من الجورنال وخلص في 20 ثانية التاسك المطلوب منه. الجروب الذي لا يرى نفسه محظوظ ما شافش الصورة وعد الصور وراح عشان ياخد مكافئته بعد 5 دقايق من عد الصور، لأنه أغلبيتهم ما عدش الصورة مرة واحدة، عدها مرتين وثلاثة علشان يتأكد. ده يقول لك إيه؟ ان الحظ انت اللي بتكتبه. لو انت شايف نفسك شخص محظوظ فانت عينك هتشوف فرص الشخص اللي غير محظوظ مش هيشوفها. لو انت شايف نفسك محظوظ هتاخد اكشن الشخص اللي غير محظوظ مستحيل ياخدها. ليه؟ لانه هو عارف ان هي مش تمشي معاه، هو متاكد وعارف ان هي مش تمشي معاه، فهو هيقرر انا اوجع دماغي ليه يا عم بالموضوع ده، انا خليني على قدي وبتاع. انت كشخص شايف نفسك ان انت محظوظ فهتصطدم بباب هيتفتح لك، انت مش هتفتح له هو. بس ده يعني ان نوتشل موضوع الحظ. موضوع الكتب عجبكم اخر مره، فانا I want to recommend a book لازم تقروه. ادوني ثانيه اروح اجيبه وارجع. عدنا اليكم من جديد. انتوا المشكله يعني هو عجبكم موضوع الكتاب، فانا خلاص يعني لحد ما تزهق. الكتاب هو جريت باي انجيلا داكورث. الكتاب ده لو انا هغير عنوانه هشيل كلمه جريت واحط الكلاحه. هو يعني ما بيوركش ازاي تكون انسان كلح، يعني نفسي كان يكون في سيكشن في الكتاب يقول لك كيف تكون انسان كلح، ولكن الدكتوره الباحثه انجيلا داكورث هي عامله شويه ريسيرش ومجمعه ريسيرش من اماكن تانية تبرهن بيها أهمية الكلاحة والتناحة في إنك أنت تلاحق الحاجة اللي أنت عايزها. كل يعني هو الجولدن بولت في الكتاب أو الجولدن بولت في الريسيرش بتاعها كله أن الموهبة لا تعني شيء بدون إقدام، فشل، فتحاول تاني، فتحاول تالت، فتحاول رابع. عندها عاملة معادلة للنجاح. المعادلة دي هي talent multiplied by effort equals skill. الموهبة ضرب المجهود تساوي قدرة. القدرة ضرب المجهود تساوي نتيجة. فالمجهود ذكر مرتين، الموهبة ذكرت مرة. كتاب مهم جدا 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 تقروه، بالذات لو انت او اي حد في عيلتك داخل منافسات رياضية، عايز يعمل حاجة بس الحاجة دي متأخرة فهو ابتدى يتضايق. في باسج في الكتاب بيتكلم على أهمية ان انت تجرب حاجة فتفشل
فترجع تاني تحاول، فتفشل، فترجع تاني تحاول، وانه انك انت تنجح او تبقى شاطر في حاجه، هو ده النجاح بحد ذاته مش النتيجه. ان انت تبقى شاطر في حاجه هو شيء ياخذ الكثير من الوقت. فالكتاب ده لازم تقروه. وفي نهايه هذه الحلقه يا رب قولوا لي بقى في الكومنتس، يعني نفسي حد، انا عجبني جدا الكومنتس بتاعت الاسبوع اللي فات، بتتكلم على حركه الكاميرا وبتتكلم على انه الفيديو طالع حلو والحاجات دي كلها. فقولوا لي what other topics you want me to discuss نتكلم فيها. و thank you very much.